وش قال الشاعر وش قال؟ قال هلا سكران في سكة كتاب بالخمر يتلطخ، تلاقي داخل السكة على رجائها من فوت. هلا من وسط القيثان مثله ما لقيت أوسخ، ولا مثله رأيت أقدر بعمري من زمان جالوت. وشكله مثل ما المسلول دي يمشي ويتفيلخ، وشخص أشعث وشخص أخبر وجهه مثل ما ياقوت. وعاد المشكلة جاني وذي هنجم وذي بنجخ، يكفي بنجخال الحين واسكت لا تطلع صوت. أقول انطم ومنع الكلام الجانبي والبخ، وخلى الشعر اللي بالهجاس هاجس عفروت. هجوسي ساعة الضيقات هات القافية وبضخ، وخصمي في بحور الشعر أدقه مثل ما البسكوت. تراني عمدها الشعار شاعر لا طنخ تطنخ، وشوف الفرق شاسع بين متمكن وشاعر بود. ولي هاجس إذا دخل قوافي من بحور ضخ، معي رهن الإشارة بين حكم فيه بالريموت. إذا عبرت عن شي داخلي يكتب ويتأرخ، قوافي كلها كاللؤلؤ والألماس والياقوت. وأنا من بعد تخديرة الضبح باقوم فيك أفسخ، علي العار للعب في كورة واظبطك واشوت. وعاد بعيشك عندي حياة القبر والبرزخ، وخليك 1000 مرة تبتعد وتشوفني وتموت. وأنا داخل بحور الشعر قد جهزت لك مرضخ، نيدي لا مفر اليوم جاك الموت يا أهل الفوت. ودا شايف لنفسك بالقوافي قصد باترضخ، باقصد جناحك واعصرك بادك مثيل التوت. توت نصيحة لف رجلك قبل ما تذبح اجسك واسلخ، وقصقص ريستك يا تنحجاك الصقر ياك تكوت. كتكوت وقصقص ريستك يا تنحجاك الصقر ياك تكوت. لأن الألفاظ لفظه زفت مثلك ليش يتأرخ، وعاد الشعر لا أخلاق والأخلاق مع تموت. ما تموت. وبيت الشعر لن يهبط مثلك قط أو يمسخ، قسم مالك في الأخلاق ذره إيه السربوت. سربوت.